اهلا بيكم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. النهارده جايه اقدم لكم طريقه عمل بسبوسه بدقيق السميد بطريقه سهله جدا وبسيطه. باذن الله هتعجبك وهتكون ناجحه معاكي من اول مره. يلا بينا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كوبايه الا ربع من اللبن، كوبايه الا ربع من السمنه ويكونوا دافيين. عندي كوبايه سكر، معلقتين جوز الهند، وعندي ربع معلقه بيكنج باودر وذره فانيليا، كوبايتين ونص من دقيق السميد في حجم الكوبايه دي، وعندي بندق. اول حاجه محضره عندي بوله هبتدي انزل فيها بكوبايه الا ربع من السمنه، كوبايه الا ربع من اللبن، وابتدي اخفقهم بالمضرب اليدوي بالشكل ده كده. هنزل بعد كده بكوبايه السكر مع ذره فانيليا، وابتدي اخلطهم بالشكل ده لحد ما السكر يدوب خالص. هجيب عندي دقيق السميد، كوبايتين ونص من دقيق السميد، نفس الكوباية اللي انا استخدمتها في المكونات. عندي ربع معلقة بيكنج باودر ومعلقتين جوز الهند. هبتدي اقلبهم بالشكل ده كده. انا مش هعجنهم، انا هقلب بالشكل ده علشان البسبوسة تطلع مرملة معايا. تمام. هجيب عندي بقى صينية وانزل فيها بمعلقة من السمنة وابتدي اوزعها بالفرشة بالشكل ده كده. هجيب عندي بقى خليط البسبوسة وابتدي انزل بيه في الصينية وهفرده زي ما انت شايفة بالشكل ده كده. طريقته سهلة جدا. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك. هجيب عندي بقى البندق انا مكسراه بالشكل ده وابتدي اوزعه. هجيب عندي الاسباتيولا او المعلقة وابتدي اضغط عليه بالشكل ده. هدخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة، تاخد في حدود نص ساعة. اول ما تحمر هولع الشواية تاخد اللون الذهبي. دلوقتي هحضر معاكم بقى الشربات. عندي كوبايتين من المية حجم الكوباية دي مع كوبايتين من السكر. هرفعه على النار، اول ما يبتدي يغلي هطفي عليه. الشربات لازم يكون سخن مع البسبوسة. بعد البسبوسة ما طلعت من الفرن بالشكل ده هبتدي انزل بالشربات. اول ما تلاقي الشربات البسبوسة بتبتدي تشربه كده، ده عامل من عوامل نجاح البسبوسة بالشكل ده كده. البسبوسة شربت الشربات، مش عايم خالص من على الوش. هسيبها بقى تهدى خالص وتبرد، ما اقطعهاش وهي سخنة عشان ما تفروتش معايا. زي ما انت شايفة كده البسبوسة بردت. هبتدي اقطعها بقى، بجد طالعة ما شاء الله عليها. مش عايزة اقولك على طعمها وريحتها كمان حلوة قوي. طريقتها سهلة جدا، هتعمليها بعد الفطار تاكلي قطعة كده، بجد طعمها خطير. هتشرفك في اي عزومة. بجد طريقتها سهلة جدا. امشي بنفس الخطوات هتطلع معاكي ناجحة من اول مرة. ممكن تعمليها سادة من غير حشو، تطلع حلوة قوي برضو. لو عجبتك يلا اعمليها، والف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.